السلام عليكم ورحمة الله. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير متابعي الكرام، وصباحكم مبارك بإذن الله. مرحبا بكم معنا في هذه النشرة الجوية الخاصة والحصرية على الجزائر. إذن ولله الحمد ما زال التوقعات ثابتة لحدود هذه الساعة بدخول منخفضات متتالية على البلاد محملة بأمطار قوية وكذلك ثلوج كثيفة، وهذه الأمطار أحيانا ستكون من مستوى قضاء إنذاري يعني من لون البرتقالي، وأحيانا ستكون عاصفية وأحيانا معتدلة. نسأل الله الثبات لهذه التوقعات والمزيد من الخيرات. كما هو مبين أمامكم أمطار ستهم جل المناطق إن شاء الله، وكذلك ستستمر خلال الأسبوع القادم إن شاء الله أمطار قوية وعاصفية، وهذا ما سنتعرف عليه نحن وإياكم خلال هذه النشرة. ما عليكم إلا تتبع إلى النهاية وسنتعرف على كل شيء بالتفصيل. ولا تنسوا متابعي الكرام دعمنا باللايك والاشتراك، وشكرا لكم. إذا لكي لا نطيل عليكم نستهل نشرتنا بداية من الفترة الصباحية من اليوم الأحد إن شاء الله، حيث يرتقب أن تكون بعض التساقطات القوية والعاصفية على أقصى المناطق الشمال الغربي على الغزاوات وبني صاف وكذلك تلمسان وسيدي بن العباس وتلاغ وسعيدة، وأمطار قوية من مستوى قضاء إنذاري على ولاية وهران وكذلك عكار ومعسكر ووادي الأبطال، وأمطار على مستغانم وغيليزان، وكذلك تساقطات ستهم الشلف وتيارت وبلول. كل هذه المناطق معنية بتساقطات أمطار الخير خلال الفترة الصباحية من اليوم إن شاء الله، وكذلك بعض القطرات على الجزائر العاصمة وبعض التساقطات على أقصى المناطق الشرقية كما هو مبين أمامكم دائما من الفترة الصباحية من اليوم. أما بالنسبة لوسط النهار أو فترة الزوال يرتقب بحول الله امتداد هذا المنخفض، حيث سيهم جل المناطق الصحراوية على ولاية المشرية وكذلك القصدير الأبيض وعين الصفراء، وكذلك بعض التساقطات على آفلو ورأس الماء. ستكون هذه التساقطات مرفوقة بهبوب رياح قوية وعاصفية كما هي ظاهرة على شاشاتكم باللون الأبيض، وعلى التساقطات على سيدي بن العباس وبلول، وأمطار قوية على ولاية وهران كما أخبرناكم في بداية النشرة، وكذلك مستغانم وتيارت وعين صارا والمدية والشلف والجزائر وتيزي وزو وبجاية وجيجل، وأمطار على سطيف والمسيلة وكذلك عين صارا وبوسعادة والجلفة وعنابة. كل هذه المناطق معنية بتساقطات خلال فترة الزوال إن شاء الله، وكذلك على الشريع وخواطع وبجاية وبلد التساقطات على عنابة. أما بالنسبة للفترة الليلية دائما من اليوم بحول الله يرتقى باستمرار أمطار الخير على البلاد، وهذه المرة ستهم جل المناطق الوسطى وكذلك المناطق الصحراوية، أمطار على أفلو والأغواط وكذلك سيد الحاج الدين وعين الصفراء، وأمطار على المغيرة وراس الميعاد وكذلك بسكرة وباتنا وبريكة والمسيلة والسطيف وخنشلة وتبسة وقسنطينة، واستمرار التساقطات على ولاية الشريع والمنية وكذلك فرجيوة. أما بالنسبة لتوقعات يوم الاثنين 27 من هذا الشهر يرتقب بحول الله استمرار بعض التساقطات على أقصى المناطق الشمال الغربي كما هو مبين أمامكم، وأما باقي المناطق ستكون الأجواء مستقرة ولكن باردة شيئا ما على المناطق الساحلية، وأمطار على ولاية وهران وكذلك تيارت وبعض القطرات على الجزائر العاصمة وكذلك الجلفة وبجاية ستعرف تساقطات يوم غد إن شاء الله. أما بالنسبة لتوقعات يوم الثلاثاء يرتقب بحول الله استمرار التساقطات على الشمال الشرقي على سوق أهراس وعنابة وكذلك بعض التساقطات على قالمة وقسنطينة وكذلك سكيكدا. ستعرف تساقطات مطرية غزيرة ومعتبرة مع تساقط ثلوج كثيفة على سوق أهراس. على التساقطات على تلمسان وبالنصاف ستستمر هذه التساقطات طيلة الأسبوع إن شاء الله، ونلقي نظرة على الأيام البعيدة المدى، حيث يرتقب يوم الأربعاء دخول منخفض أطلسي عملاق من مستوى قضاء إنذاري باللون الأحمر. أعزائي المتابعين يعني أمطار ستكون عاصفية وخطيرة، نسأل الله أن تكون أمطار الخير والرحمة بإذن الله. والولايات المعنية بهذه الأمطار العاصفية هي بني كسيلة وكذلك تيزي وزو وتجاية وبومرداس. ستعرف تساقطات عاصفية وقوية وكذلك بعض التساقطات الثلجية على هذه المناطق، والولايات المعنية كذلك سكيكدا وجيجل والسطيف والجزائر العاصمة والمدية. ستعرف تساقطات غزيرة خلال يوم الأربعاء بدخول هذا المنخفض، وسيهم جل المناطق الساحلية وكذلك المناطق الشرقية عنابة وسكيكدا وجيجل وقسنطينة وسوق أهراس وخنشلة وتبسة وباتنا وبريكا والسطيف وبجاية وتيزي وزو والمدية والجزائر العاصمة. بالنسبة لتوقعات يوم الخميس بحول الله يرتقى باستمرار التساقطات على المناطق الساحلية. لله الحمد نتمنى دخول هذه التساقطات إلى جل المناطق الجزائرية خلال الأيام القادمة، وهذا ما سنتعرف عليه نحن وإياكم إن شاء الله. وكما ترون يرتقب بحول الله دخول منخفض ثاني الساحلية وكذلك المناطق الوسطى على الجلفة وتيارت وكذلك وهران وسيدي بن العباس وراس الماء
وعين صارعة والمسيلة وبوسعادة والسطيف وتيزي وزو والجزائر العاصمة وبجاية وجيجل. أمطار غزيرة ووفيرة، نسأل الله الثبات لهذه التوقعات. وكذلك يوم الجمعة ما زالت أمطار الخير على البلاد. وبهذا أعزائي المتابعين نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة، نشكركم على حسن المتابعة، ولا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك، وإلى اللقاء في نشرة جديدة إن شاء الله.